كذا شكل. تمام. الشكل الاول هو الشكل بتاع الكولوم اللي هو الشكل البسيط. الشكل البسيط بيستخدم في الداتا اللي هي بسيطه زي كده، شويه بلاد او شويه اصناف لا يتعدوا العشرة. طيب ده بيستخدم في ايه؟ ده اكتر شكل مريح بالنسبه للهين، الشكل بتاع الكولوم. حلو. الشكل الثاني اللي شبهه اسمه البار. طيب البار ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في نفس الداتا بتاعت الكولوم ولكن لعدد صفوف اكتر، فتقدر تحط عليه داتا اكتر. فمعنى كده ان السيتي لو عندنا المحافظات بتاعت مصر كلها تقدر تحطه على الشكل بتاع البارز. تمام. هيتقري باسلوب افضل بالنسبه لاي حد لانه هو هياخد جزء كبير من الشاشه. طيب الجزء بتاع اللاين. اللاين ده بيستخدم في مقياس الاداء. مثلا سعر السلعه بتاعت النهارده زي السكر، سعرها بيختلف من شهر لشهر او من سنه لسنه، فده بيتقاس بيه نفس الحاجه اللي تقدر تقيسها زي الذهب، زي البرودكتس كلها، زي السكر على سبيل المثال. المبيعات لنفس السلعه، يعني ده مش بنقارن بيه بلاد زي التاني، يعني ده بلاد ضد بعض. حلو الكلام؟ بلاد كتير، برودكتس كتير، سكر وشاي وكله. حلو؟ طيب لكن اللاين بنفس الحاجه، نفس الصنف. طيب اللي بعديه المتشابه فيه اللي هو الاكس والواي سكاتر. الاكس والواي سكاتر بيبقى متشابه معاه. طيب عندنا الباي تشارت. باي يعني ايه؟ يعني فطيره. حلو. الباي شارت دي تقدر كده تقول ان مثلا سوق الموبايلات حوالين العالم كله، ابل واخده قد ايه، سامسونج واخده قد ايه من التورته. حلو. او ان شركات الاتصالات هنا في مصر، شركات الاتصالات في مصر، اتصالات واخده حصه قد ايه من مصر كلها. تمام. فودافون واورنج وهكذا، كل واحده بتبقى واخده قطعه. تمام. بتقدر بقد كذا. الباي تشارت تقدر تحط عليه نسبه مئويه وتقدر تحط عليه التوتال بتاعك. النسبه المئويه دي بتبقى مهمه جدا. يبقى ده لو عندك مثلا شركه ريحانه وشركه حبوبه، الاثنين بتاعتكم، تقدر تحط عليهم دي واخده مبيعات قد ايه ودي واخده مبيعات قد ايه من السوق. حلو الكلام؟ طيب ايه اللي شبهها؟ بارست. تمام. او في بعض الاماكن الثانيه بيسموها دونت. هي مش باينه هنا علشان هو ده على شكل بيفت تيبل. حلو. يعني احنا لو قدرنا ناخد شويه بيانات كده، كوبي بس سبيشال، نحط عليها الانسرت بتاعنا، تدخل على بول تشارت. مش شايف. ايوه ايوه اطلع تاني بس. ده الشكل ده اللي هو السان بارست. تمام. اللي هو ضوء الشمس بيسموه، او الدونت، هو شكل الدونت كده. حلو. ده بيبقى نفس زي الفطيره، زي الباي بالظبط. تمام. ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في نفس الموضوع بالظبط. زيه كده ايه؟ زي الكولم وزي التاني اللي كان عباره عن صفوف. تمام. اللي هو البار تشارت. الباي يتشارك مع السان بارست، وده برضه بيبقى بنسب مئويه وهكذا. حلو. طيب اللي بعده الاريا دي. تمام. بتتشارك، فاكرين السكاتر؟ دي بتتشارك زي السكاتر وزي اللاين، يعني مقياس اداء نفس الحاجه. السكاتر بس بتبقى ايه؟ طالعه ونازله
تمام؟ عباره عن نقط بس هي غير مستخدمه في شغلنا. حلو الكلام؟ السيرفيس بتبقى عامله زي سوري الاريا بتبقى عامله زي السكاتر، بتبقى عامله زي اللاين. تمام؟ بتقدر تقارن ايه رايح فين. تمام؟ بس بشكل بس دي هي مش محمله دلوقتي، بس دي اسمها الشموع. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في البورصه. الشموع دي بتاعت البورصه. حلو؟ يقول لك ان سعر السهم النهارده طلع، سعر السهم النهارده نزل، دي اللي بتبقى مستخدمه فيها. طيب الرادار طبعا كلنا بنلعب فيفا. حلو الكلام؟ فهي بتستخدم في فيفا لايه؟ نفس اللعيب يقول لك الهجوم بتاعه عامل ازاي. لو مهاجم جامد فبتبقى طالعه من الجزء بتاع الاتاك، والجزء بتاع الديفنس بتبقى ايه؟ داخله جوه لان هو ما بيدافعش كويس، وهكذا. تمام؟ تحليل اداء لنفس الحاجه. تحليل اداء لنفس الحاجه. حلو الكلام؟ طيب بمعنى ان هو ممكن يستخدم لمنطقه. المنطقه دي المبيعات بتاعتها قد ايه؟ مبيعات او الناس بتشتري منها قد ايه؟ بستخدمها على الصنف الواحد، نفس الصنف في كذا منطقة. بالظبط بالظبط. تمام؟ طيب مستخدم اللي هو التري ماب. الهيستوجرام غير مستخدم. دي هي عباره عن البار تشارت العادي جدا والكولوم تشارت عادي جدا. هي زي الكولوم بس بتاعته، عشان كده سموها ووتر فول. ووتر فول يعني ايه؟ يعني شلال، بس اللي هو البيانات نازله بس كده زي البار. تمام؟ بس برضو مش بنستخدمها كتير. حلو؟ انا دلوقتي شرحت لكم كل واحده بتعمل ايه بالظبط، بس احنا هنطبق عليهم بقى بعد لما ناخد بريك.